يا صباح الحنتي. شي إسراء ركبت حميرتي وفضلت تقول له شي لغاية ما طلع في التلفزيون. يا فرحة مامتك بيك يا حميرتي، طلع في التلفزيون وطلع يتهم مصر وبالأخص القوات الجوية. قالك القوات الجوية بتعمل غارات جوية فوقينا وبتدعم الجيش السوداني، وأنا ما بحبش السوداني، بيعمل لي انتفاخ في القولون وتفضل بطني تعمل وافضل ازرط. ما انا بقيت انيل من شبكة زرد. فانقذونا يا عالم، انقذونا يا ناس. القوات الجوية بتستهدفنا، بتستهدف الدعم السريع. اركب ورايا. لا فوق لي كده يا حميرتي. وعايز اقول لك حاجة يا بابا، بس قبل ما نتكلم مع بعض هو كل حميرتي بقى يترمي في حضن قبلتي إسراء وترضعه وتديله البزة وينام، وأول ما يصحى يفوق علينا ويقشط علينا وعايز يوسخ لنا المموه؟ لازم تعرف يا حميرتي يا حاشي مع إسراء إن أنت لقيط انقلابي، يعني حميرتي وانقلابي. وعلاقة مصر والسوداني يا زول علاقة مستمرة وعلاقة محترمة، وفي تدريبات عسكرية مشتركة بين البلدين مش الميليشيتين، مش الحميرتين، مش الدلدولين. فهتيجي انت بقى على اخر الزمن يا حميرتي تقول لي الطيران المصري ضرب ناس عندنا؟ هو انت فاكر لو مصر حطيتك في دماغها هتستخبى وخاف يعيد؟ ولا نغمة الطيارة المجهولة دي بقت على لسانكم انتوا والخرفان؟ يا حبيبي انت مش مستاهل القوات الجوية المصرية، اقسم بالله انت اخرك طيارة ورق عيل صغير يطيرها، وبعد ما يخلص لعب بالطيارة وهو بيلم الخيط هيلم الميليشيا بتاعتكم كلها معاها. واتكلم بقى على قدك بقى، خلي فيه ذوق. ما تقعدش تقول لي مصر ساكتين عليها لحد دلوقتي. لا اتكلم يا زول، ده انت لو شربت كوبايه ميه تدوخ. اتكلم على قدك بقى. ده انتوا الشعب بتاعكم هرب منكم بسبب ظلمكم وبسبب جحودكم وبسبب انقلابكم، وهو كلهم قاعدين عندنا لاجئين عندنا. نخلص من الخروف يطلع لنا حميرتي. ده ايه يا رب الزريبه اللي احنا وقعنا فيها دي؟ مصر يا بابا عمرها ما تشترك في حرب ضد مدنيين ابرياء. مصر مش دوله معاديه. مصر لو اتحركت يبقى علشان ارضها او علشان شعبها. مش معنى بقى ان احنا في اتفاقيه ما بيننا وما بين السودان للتدريب العسكري المشترك تيجي ميليشيا سايقها حميرتي وبديل مقطوع وشغال دلدول لاسراء يروح لها كل يوم الصبح يعمل لها باديكير ومانيكير في صوابع رجلها، وبالليل شغال بواب. هو علشان انتم ميليشيا ومتخربقين من كل حته هتقعد بقى تحطوا لي مصر في كل جمله تقولها؟ دفعت لك كام اسراء يا حميرتي؟ بعتني بكام يا عشري؟ وبعدين تعالى اقول لك هنا يا حيلتها، انت يا حميرتي يا حصاوي، انت عرفت منين يا ولد ان الطياره دي مصريه يا ولد؟ ايه ابوك كان شغال في المرور والرادار لقط رقم الطياره ورقمها ايه؟ ميم صاد ر واحد. يا ريت بقى تبلغ عن الطياره دي بسرعه اديها مخالفه، لان الطيار كان ماشي ومش لابس الحزام ولا البنطلون. خلي بالك بقى. طب يا حميرتي يا ابو دماغ حميرتي، هل الطياره دي كان عليها مثلا علم مصر؟ يقول لك لا، ممكن يكون كان على الديل واختفى. ديل ايه اللي اختفى؟ هو ديل قطه؟ هو ديل حميرتي عمره ما يتعدل. اقعد انت تاكل من اسراء وتيجي تعمل لنا احنا جله، فاكرنا قله؟ انتوا ازبل شله. حتى وزاره الخارجيه نفسها نزلت بيان قالت لك فين؟ اين الادله؟ مامتك بتلحس الجله. لو عندك ادله قدمها للمجتمع الدولي كله، وقدم للمحكمه الدوليه، وبالمره قدم لمحكمه الاسره. قول لهم الطيران المصري ما بيصرفش عليا. قول لهم انا طالب الطياره المصريه في بيت الطاعه. حميرتي عامل زي ما يكون بيلعب صلح واقف، والدول اللي بتمونه تقف وراه وتفضل تديله على قفاه، يبص وراه يقول لك مصر اللي ضربتني. يا ابني مصر مش واقفه ورا، لا هي اللي ضربتني. طب انت شفت ايديها؟ لا بس هي اللي ضربتني. يا ابني هو انت حاسس نفسك ان انت قوه بجد؟ يعني احنا في مخيلتنا في مصر احنا فاهمين ان الميليشيا بتاعت السودان دي بجد، اقسم بالله مش بهزر، دي بالظبط كانها الشرطه المدرسيه. اخرك تقف على حمام البنات عشان الولاد ما تخش، تقف عشان الطابور، تقف علشان العيال ما تزقش بعضها، العيال ترشيك بشويه سندوتشات زي ما اسراء بترشيك. هي التدريبات العسكريه مع الجيش السوداني الشرعي بتحرق قوي كده يا اسراء. طب اقول لك على حاجه يا اسراء، طب ما تيجي في اجازه الصيف والجيش المصري يدربك، نعرفك ازاي تحمي بلدك، ازاي ما تخليش الشعب بتاعك يبقى قاعد طول الوقت خايف ومرعوب عمال يجري يستخبى في الملاجئ، نعلمك ازاي تعرفي تجيبي الرهاين بتوعك اللي وعدت بيهم من سنه وما عرفتيش، نعلمك ازاي تشغلي دماغك بنفسك بدل ما تلجئي لشويه ميليشيات عبيطه زي حميرتي اللي من غير بردعه. بعدين احنا مالنا ومال الطيران المجهول؟ مصر لما هتزمر
مش هتخبي دقنها. بعدين في ناس حد يسمع كلام حميرتي راعي الجمال؟ يعني حميرتي وجمال، يعني لما نحب نتفرج عليه بعد كده نتفرج في ناشونال جيوغرافيك. مش عارف ايه البلاوي اللي بتتحدف علينا دي، مره حميرتي مره ابي احمق. انتوا جايين سكه غلط. تصدق بالله يا حميرتي انت ذو الحنتي.